ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. النهارده هتكلم على الادمان، بس الادمان المره دي هيكون بشكل مختلف، وهو مش ادمان المخدرات اللي هتكلم فيه برضو تاني. هتكلم في جزء منه بسيط دلوقتي، بس الادمان اللي هتكلم عليه اسمه الادمان الخفي. يعني ايه ادمان خفي؟ قبل ما اقول لكم يعني ايه ادمان خفي، هقول لكم هو الادمان اللي انتوا كلكم عارفينه وكلنا عارفينه، اللي هو الترامادول والافيون والحشيش والهيروين والحاجات الكيميكال اللي هي الايس والبودر والشابو والشادو والكريستال والايس وكده. كل الحاجات دي كلنا احنا عارفينها، بس إيه التأثير بتاعها؟ بيعمل ايه بقى؟ بيعمل خلل كيميائي، خلل كيميائي في الوصلات العصبية اللي بتتحكم في كيمياء المخ، وبالتالي بتأثر على الجسم كله، فبيعمل خلل فسيولوجي. الخلل الفسيولوجي ده ايه سببه؟ او ايه اللي بيعمل يعني النتيجة بتاعته، الأثر بتاعه ايه؟ انه بيأثر على السلوك، عدم السيطرة على النفس، وأوقات بيؤدي لاضطرابات بتحصل نتيجة المخدر، وبيظهر بقى هلاوس وضلالات وايه وتخيلات وكده. طيب نرجع بقى الادمان الخفي. ايه هو بقى الادمان الخفي يا جماعه؟ الادمان الخفي ده تقريبا ممكن يكون احنا كلنا بنعمله، بس بشكل آه، مش مدركينه، او بمعنى اصح مش فاهمين ان هو ده ادمان. ايه انواعه بقى؟ الاكل بشراهه، الشرب، الشرب اللي هو الشرب المواد الغازيه كتير، بغزارة، بكثرة كتير قوي، يعني لدرجة ان ممكن تضر الشخص نفسه. الشوبينج كتير جدا، الجنس، الالعاب الالكترونيه اللي هي الجيمز طبعا، اللي هي خاصه سواء كان على البلاي ستيشن او الفون. عندنا المواقع الاباحيه، عندنا النوم بشراهه او بكثره جدا، حب الظهور وحب الشهرة زي السوشيال ميديا. طبعا وما أدراكم السوشيال ميديا ده أصلا ده بيؤدي، يعني الناس المتعمقين فيه قوي، بيؤدي أحيانا أو مش أحيانا، تكاد تكون بنسبة حوالي 50-60% لاضطراب الشخصية الحدية، وده أنا بتكلم عليه قدام بعدين يعني. والحلويات والبطالة والفشل والمماطلة، كل ده نوع من أنواع الإيه بقى؟ الإدمان الخفي. هو ليه اتسمى إدمان خفي؟ لأن هو بيرفع نسبة هرمون الدوبامين في الدم، اللي هو هرمون السعادة اللي بيتفرز. فلما بيجي يتفرز الهرمون ده، بيحسسنا بنشوة السعادة كده، فبيدي نفس الإفكت بتاع المخدرات بالظبط. لما تلاقي البنات مثلا عندها مشكلة ايه، لما تيجي مثلا مكتئبة او زعلانة، انا هنزل اعمل شوبينج، انا هقوم اعمل لي اكلة حلويات مش عارفة فين في المطبخ. لو مش حد من الشباب يقول لك مثلا هنزل هقابل بنات بقى واعمل مش عارفه علاقات وحاجات ومش عارفه ايه، لان دي هي من وجهة نظرهم هو ده اللي هيجيب معاه الناحيه عشان يرفع مستوى الدوبامين، هرمون الدوبامين في الموضوع. طيب صفات الناس دي ايه بقى؟ عشان برضه هم ليهم صفات. اول حاجه، كسولين جدا وقليل الحركه، ومش بيناموا كويس، وبيدخنوا كتير جدا، وبيشربوا منبهات بكمية عالية قوي، اللي هي بقى سواء النسكافيه بلاك او نسكافيه عادي حتى، وكمية القهوة بقى كتير قوي. يا اما السمنه المفرطه اللي احنا قلنا ان هو بيبقى فيه نوع من انواع الاكل بشراهه، يا اما سمنه مفرطه، يا اما نحافه شديده جدا، دي مش نحافه مرضيه بقى. بيكون عندهم امراض مناعيه. والاهم من كل ده بقى يا جماعه، بجد انا بالنسبه لي انا من وجهه نظري ان الناس اللي عندهم الادمان الخفي ده بيأثروا على نفسهم. طبعا هم مش شايفين ان دي فيها مشكله، بس بيأثروا بقى على الدايره اللي حواليهم. الدايره اللي حواليهم، ودي مشكله كبيره قوي 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 بنواجهها بصراحه يعني، وما فيش حد مهتم بيها. طرق علاجها سهله قوي، هو بيتعالج بالسي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، بس مش هي دي المشكله. المشكله ان يكون الشخص مستبصر، زي ما كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الاستبصار بالمرض النفسي. استبصار بالمرض النفسي لما يكون في شخص متعود على حياة معينة سيستم معين وطبيعة معيشة معينة وكل حاجة بشكل طبيعي جدا، نورمال جدا، وقيس فجأة الوضع يتقلب لحاجة كارثية. ف... فهنا ده مرض نفسي، فهو كده هو شايف ان في مشكلة، في ايرور في النص.
فكده بيبقى مستبصر ان هو عنده مشكله. ال الادمان الخفي بيتعالج بجلسات ليها فنيات معينه، في المراقبه الذاتيه ان انا بخلي الشخص نفسه هو اللي يراقب سلوكه، بينزل امتى، بيروح امتى، بيجي امتى، بيعمل ده بيعمله امتى، التوقيت امتى، والمده بتاخد وقت قد ايه، ولما عملت دوا كنت حسيت بايه، كنت مبسوط، كنت قلقان، كنت خايف، طب حدد لي النسبه، النسبه اوصفها لي بنسبه معينه. تمام. ولما بيجيلي كل اسبوع او بتجيلي كل اسبوع براقبها بالشكل ده، بيبقى ليها كشكول كده معاها بتكتب هي فيها بشكل يومي اللي بيحصل ده. او صرف الانتباه، دي الفنيتين من فنيات السي بي تي. وصرف الانتباه ده بيستخدم اصلا كمان في الناس اللي عندها الاوفر ثينكينج، التفكير الكتير قوي لدرجه ان هي مش عارفه تعيش حياتها، مش عارفه تنام كويس، عندها مشاكل في النوم. بيبقى حلو قوي، ممكن ابقى اشرحها لكم. دي بتقلل المواقف اللي فيها توتر، فيها قلق، فيها خوف، بتدخل بقى تدريب التنفس الاسترخائي، التدريبات العقليه او المسائل العقليه، اللي هي او الحساب العقلي، اللي هو مثلا بنقول 100 نطرح منه 3 يبقى 97، نطرح منه 3 يبقى 94، نطرح منه 3 يبقى 91 وهكذا. او نطرح ما نطرح يعني 3 او 7، لكن 5 هيبقى سهلة جدا، 1 هتبقى اسهل، 2 هتبقى سهلة، لكن الارقام 3 و7 بيبقى اصعب في الطرح بالذات، عشان بتخليه يركز فيها اكتر، يتحدث مع النفس بشكل ايجابي. ونشوف والاهم برضو من النقاط المهمة قوي ان احنا نعرف الاسباب او بداية حدوث المشكلة دي، هي حصلت امتى، توقيتها امتى، طب ايه الاسباب او ايه الاعراض اللي بتيجي قبيل، يعني قبل الحاله اللي هو هنزل هاكل بسرعه، هنزل اكل كتير، هنزل اروح اتفرج مش عارفه على ايه، هعمل علاقه ايه، هنزل اشتري مش عارفه ايه كذا كذا. قبلها ايه اللي حصل، بنعمل حصر للاسباب وحصر للمواقف اللي ما تخليناش ان احنا نوصل للنقطه دي، وبنعمل عليها بقدر الامكان كنترول. بنتحدث طبعا عن الافكار والمعتقدات اللي بيبقى الشخص متشبث ومتيقن بيها جدا ومؤمن بيها جدا، وبنحاول نعمل له، نزود الادراك ونحسن الوعي عنده عشان يبدا وعيه يزيد ويفهم ان دي عنده فيها مشكله، نحسن من طريقه تفكيره يعني بمعنى صح. ونحاول نخليه يكتسب سلوكيات جديده صحيه، يعني لما كانش بيلعب رياضه يلعب رياضه، اذا ما كانش عنده اصحاب واصدقاء فنحاول نخليه يكون ازاي اصحاب واصدقاء، اذا ما كانش شاطر في المدرسه او شاطر في الكليه او شاطر في شغله فاحنا بندربه ازاي او بنعلمه ازاي او بنساعده ازاي، نرشده يعني ان هو يقدر يعمل في المدرسه او في الكليه او في الشغل بتاعه، انه يقدر ازاي يبقى مجتهد، نعلمه ازاي يكون طموح، نعلمه ازاي ياكل كويس واكل صحي مناسب ليه، نحاول نخليه الروتين بتاع يومه يكون مختلف عن الروتين اللي هو اصلا متعود عليه، يعني حتى لو كان في روتين في اليوم نخليه بشكل منسق، وان هو اللي يكون اخر اليوم بالنسبه له انا انجزت، انا عملت حاجات النهارده عدت معايا الوضع بشكل كبير. تمام. كل الحاجات دي لازم يكون تحت اشراف اخصائي او معالج او مرشد نفسي، بيبقى صعب ان الشخص يكون يعني يشتغل او يعمل الخطوات دي لوحده، بيبقى صعب جدا. كان في حد جالي وبس طبعا ما كانش عن الادمان الخفي، كان عن اضطراب ما، بصراحه مش متذكراه قوي، وتقولي طب هاتيلي الداتا اللي انت بتشتغلي بيها وانا اشتغل بيها على نفسي. يا حبيبتي انت مش هتعرفي، لا انا هعرف، انا هعرف وهشتغل وهحاول يا حبيبتي ما هو صعب. هنا دي فينا نقطة فعلا صعبة يا جماعة، مش كل حاجة ينفع ان انا اقراها فاطبقها اوتوماتيك على نفسي، في حاجات هعرف اطبقها على نفسي ما عنديش اي مشكلة، يعني في كورسات ودورات تدريبية كتير قوي انا كريهام اخدتها وطبقت اجزاء منها على نفسي، مفيش اي مشكلة، عشان احاول اقتنع بطريقة طريقة تغيير التفكير او طريقة علاج معينة او طريقة ممارسة جديدة للافكار او للحياة او لطريقة التفكير، مفيش مشكلة عادي جدا. بس الاساسي ممكن يكون عشان انا ده تخصصي فالى حد ما مدركاه وفاهماه اكتر، لكن حد تاني بيبقى الموضوع بالنسبة له مش احسن ما يكون، وممكن يحبط فينتكس. ودي يا جماعة حطوا تحتها يعني في انتكاسات
في العلاج، انتكاسات في العلاج، بس بنحتويها وبنحاول نسيطر عليها، والوضع بيرجع بالتدريج واحده واحده زي الاول. في كل حاجه، في كل حاجه يعني في ال في الامراض، في الاضطرابات، وفي الامراض العاديه اللي بتصيبنا احنا، صعوبات التعلم، في الدراسه، آه، في تقريبا دول اكتر حاجات. الانتكاسات وطبعا الادمان، طبعا ده الادمان ده اهم تقريبا مصطلح الانتكاسه ده اتخلق عشانه يعني. آه، الانتكاسه بيحصل ليها تدهور للشخص، ان هو بيرجع لنقطه الصفر تاني للاسف. في حالات بنقدر نرجعها تاني وتبقى كويسه والدنيا تمام، وفي حاجات للاسف ما بنقدرش، سواء كان بقى في الادمان او في صعوبات التعلم او في الاضطرابات او في اللي هي الاعراض والاسباب والمعالجه وكده، ما بين الحالتين يعني. يعني في حاجات ما بنقدرش نخلي اللي قدامنا يتجبر عليها. خدوا بالكم النقطه دي كويس جدا، انت ما بتجبرش اللي قدامك ان هو يعمل ده، انت بتحاول نتكلم ونقتنع عشان يفهم، ونحاول بنغير بقدر الامكان المعتقدات، زي ما كنت بقول لكم هنا، المعتقدات اللي الشخص بيكون مؤمن بيها بشكل كبير قوي قوي قوي. بس كده، هو ده دورنا. بنحاول يعني انا كنت دايما اقول للمدمن وانا قاعده معاه، دماغك، مخك او قلبك عباره عن الماظه، بس مليانه كميه تراب وطينه بقى وايا كان اللي موجود عليها بشكل كتير جدا. فانت محتاجين ننضفها عشان يظهر القلب ده، او يظهر طريقه التفكير ده، طريقه التفكير دي. بس غير كده مفيش، بجد غير كده مفيش. اللي يقدر يفهم النقطه دي كويس قوي 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 من اي مدمن انا كنت بقعد معاه، هم اللهم بارك بسم الله ما شاء الله تبارك الله بجد، اللي كملوا ولغايه دلوقتي معديين السنتين من بعد مرحله المخدرات. مفيش حد فيهم منتكس ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظهم ويثبتهم، وبجد يبعد عنهم الطريق ده، بجد فرق معاهم جدا. ليه؟ لان هم بداوا يفهموا نفسهم، بداوا يفهموا طبيعه جسمهم، بداوا يفهموا طبيعه تفكيرهم وطبيعة دماغهم، وهم عايزين يوصلوا لإيه. دي أهم حاجة. بس كده، اشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني بإذن الله. مع السلامة.